نجم برشلونة اللي لعب لصالح منتخب مصر حمزة علاء، اللاعب اللي قالوا عنه إنه هيجيب لنا الميدالية الذهبية في الأولمبياد. إيه حكاية حمزة علاء بالظبط؟ وإيه علاقته بميسي ونادي برشلونة؟ والأهم، هل فعلا هيمشي الشناوي ومصطفى شوبير من الأهلي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حمزة علاء الاكتشاف الجديد للكرة المصرية، اللاعب اللي قالوا عنه إنه السد العالي الجديد لمنتخب مصر. إن لعب مع المنتخب مباراة فحط في بطنك بطيخة صيفي وتأكد إن المباراة دي بتاعتك ومش هتخرج من إيد المنتخب. حمزة علاء عامل شغل عالي جدا مع المنتخب خلال الفترة اللي فاتت في الإعداد للأولمبياد وخلال الأولمبياد نفسها، مش سايب فرصة لحد إنه ياخد مكانه، مسيطر في حراسة المرمى، وبسببه الجماهير شايفة إننا مكملين لحد الآن في الأولمبياد. ويقال إن على إيده أصلاً هنحقق مركز كويس في الأولمبياد باريس. في حياة حمزة علاء أسرار خاصة يمكن كتير منكم ما يعرفهاش، بس أنا هقول لكم عليها، من أول الاسم اللي كتبه على إيده لحد برشلونة وميسي والحكايات دي كلها. في البداية حمزة علاء من مواليد 1 مارس 2001، يعني ولد لسه صغير لكن قدامه مستقبل كبير. حمزة علاء بدأ حياته أصلاً لاعب لكرة اليد وكمل لحد 15 سنة، لكنه بعدها استمر بس في كرة القدم، موهوب يعني من صغره. مارس اللعبتين في نادي هليوبلس لحد ما العيلة عنده قالت له خلاص لحد كده ولازم يركز في حاجة واحدة بس. وبما إن العيلة كلها على بعضها بتحب كرة القدم، فكان القرار هو الاستمرار فقط في كرة القدم، ده بناء على رغبة عيلته اللي بيحب كل فرد فيهم جدا. وبمناسبة العيلة بقى، ففي اسم كاتبه حمزة علاء على إيده، لو ركزت شوية في إيده اليمين ممكن تاخد بالك منه، وده فيه كتير من الجمهور بالفعل لاحظوه وعلقوا عليه، وكتير من الجمهور سأل إيه الكتابة دي، لحد ما هو بنفسه مرد، وحمزة علاء كشف بنفسه إن الاسم ده هو اسم جدته الله يرحمها. جدته لوالدته اللي كان بيحبها جدا جدا، دايما كانت بتخاف عليه وحافظت على العيلة وليها مكانة خاصة في قلبه. نيجي بقى لعلاقة حمزة علاء ببرشلونة. حمزة علاء من ضمن المعلومات المنتشرة عنه إنه لاعب في أكاديمية برشلونة، يعني لاعب في واحدة من أشهر الأكاديميات الرياضية في العالم، اللي لاعب فيها بنفسه نجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي، وده يخليهم الاتنين زملاء في نفس الأكاديمية. هو أي نعم ما شاركوش في مباراة أو حاجة، لكنه طالع من نفس الأكاديمية، واضح يعني إنها بتجيب نجوم وبس. ميسي في وسط الملعب وحمزة علاء في حراسة المرمى وسيطرة حراسة المرمى. حمزة علاء بيلعب حاليا في النادي الأهلي، لكنه وللأسف الشديد الفترة الأخيرة كان قاعد على الدكة، أو كان بره القائمة بتاعة الفريق أصلاً. كان مكانه كابتن محمد الشناوي ومصطفى شوبير، لكن الفترة دي وبعد الأداء العالي منه جدا ده بدأت تطلع أقاويل إنه خلاص هياخد مكانه اللي يليق بيه داخل النادي الأهلي، وهيبقى أساسي في حراسة المرمى، ومفيش مباراة مش هيشارك فيها كأساسي، ولو ما حصلش كده هيحترف برا، لأنه يقال إن جايله دلوقتي طلبات احتراف كتيرة جدا، وعدد مش قليل من الأندية طالبينه بالاسم. الكل عايز حمزة علاء يكون في صفوف فريقه. في النهاية انتم شايفين حمزة علاء يستحق ولا لأ؟